إن شاء الله هنعمل تخزين ورق العنب بطريقة سهلة من غير ما يتكسر ولا يسود. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. بنجيب ورق العنب لازم تكون ناعمة وخفيفة، والعروق اللي ورا دي بتكون رفيعة. اضغطي بقى عليها بتلاقيها طرية مش ناشفة. حتى لو هتستخدمي الورقة الكبيرة برضو لازم تكون ناعمة وخفيفة وعروقها كده رفيعة. شايفين؟ طرية جدا. أول حاجة ورق العنب مش بيتغسل. ورق العنب بمسحه أنا بالشكل ده، عشان قبل كده غسلته ووريته لكم ما كانش حلو خالص. بمسح ورقة ورقة وهشيل كده العنقود بتاعها، وهفرز بقى كل حجم لوحده، يعني الحجم الكبير والصغير والوسط، كل حجم فوق بعض. وممكن تستخدمي المقص، وادي كده كل حجم لوحده. افضل حاجة هو الاسترتش، وطبعا مش اي لفة هنلفها النهاردة. هنلفها النهاردة شايفين البوز ده انا بتنيه لجوه، واخد الجنب اليمين والجنب الشمال لجوه، وهلفه حلو جدا لغاية ما تخلص من الهواء اللي فيه. واللفة دي بتحافظ لي على الورق ما تخلوش يتكسر معايا، يعني كل الأطراف كلها من الداخل. ولما أجي أحدفها كده ألاقيها بترن معايا. وأجي الحجم الوسط برضو الطرف كده اليمين والشمال بلفهم حلو قوي. مش تفيه رول كده على طول أو تحطيه جوه الأكياس، لازم الأطراف بتاعته تتكسر، فأنت كده بتحافظي على الأطراف بتاعته من الداخل. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وسيبولي تعليق حلو. شايفين ولا حاجة باينة من الأطراف بتاعته. هنلف برضو العيدان بتاعته كده بالشكل ده. ممكن تجيبي أي كيس تلاجة أو كيس بلاستيك مغلق زي دوت، وأبدأ إن أنا أرص فيه وأحط كده الأكياس كلها فوق بعض. أو لو مش حابة ممكن ترصيهم كلهم فوق بعض، طبعا إحنا قافلينه كويس جدا مش هيكسر معاكي ولا حاجة. ولما اجي افرزنه واحب استخدمه بطلعه بحطه على الرخامه واغسله كويس قوي تحت الحنفيه، وبعد كده بغلي له ميه سخنه بليمون وانزل بيه على طول. جربوه وبالهنا والشفا.